النهاردة عندي ليكي أسطورة حقيقية ومخيفة شوية، بس على قد ما فيها رعب فيها درس مهم جدا عن الفشل. ويلا بينا. يلا بينا. Stop. في أيسلندا في حكاية بتتقال كل سنة في الكريسماس عن مخلوق ضخم عينه تقدري تشوفي انعكاس روحك فيها، صوته زي ريح باردة ماشية فوق التلج، وهي القطة الأسطورية ذا يول كات. القطة دي بتاكل أي حد ما جابش لنفسه قطعة لبس جديد في آخر السنة. أيوة، أسطورة بتربط النجاة باللبس. بيقولوا إن في ليلة 24 ديسمبر كانت القطة دي بتمشي بين البيوت وتبص من الشبابيك، مش بتدور على الغنى ولا الجمال، لكن بتدور على التجديد. مين اشترى قطعة جديدة لنفسه؟ مين جدد طاقته؟ مين لسه لابس لبس قديم مش بس على جسمه بس كمان على روحه؟ الناس هناك ما كانوش بيخافوا من البرد، كانوا بيخافوا ما يغيروش حاجة، لأن القطة دي ما كانتش بتدور على ضحية، كانت بتدور على حد واقف مكانه. واحنا الفاشن بالنسبة لنا مش بس قماش، الفاشن تغيير، طاقة جديدة، بداية جديدة. قطعة واحدة بس تقدر تغير إحساس يومك كله وحتى حضورك. النهاردة أنا سألت نفسي سؤال: لو القطة الأسطورية عدت من قدامي وشافتني هتشوف تجديد ولا تكرار؟ آخر السنة مش عشان الخوف، آخر السنة عشان نبدل الجلد القديم، زي ما بيقولوا هناك cute the treat or the cat will choose you. اختاري لنفسك قطعة مش غالية لكن جديدة، تديكي إحساس إنك دخلتي سنة مختلفة، ستايل مختلف، قوة مختلفة. مش هقولك تلبسي حاجة معينة، لكن هقولك حتى لو آخر قطعة في السنة هي قطعة نجاة، قطعة تخلي الأسطورة تعدي من عندك وما تقدرش تأذيكي. دي كانت حكاية ذا يول كات، أسطورة الكريسماس اللي بدل ما تخوف بتفكرك إن التغيير هو سر الكمال. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومة جديدة عن أسطورة الكريسماس في أيسلندا. بجد مستنية تقولوا لي رأيكم في الستايل بتاعي، وكمان مستنياكم تشوفوا العروض اللي منزلاها رودانيا ستايل، عروض جامدة جدا بسبب الكريسماس. بجد التيشيرتات بالذات اللي هي بتنفع على كل حاجة، تنفع صيف، تنفع شتاء، تنفع أي حاجة، فانتوا لازم تروحوا وتشوفوا على الفيسبوك والانستجرام @rodaniastyle، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. وما تنسوش ابدا life is a party, dress like it. Happy Christmas. Bye. Stop.